لا يوجد دولة في العالم كل حدودها عبارة عن ساحة حروب إلا مصر. إذا كنت لا ترى خيوط المؤامرة على الدولة المصرية اليوم لحصارها في أخطر تهديد وجودي يواجهها في التاريخ، فقد وقعت في دائرة الجهل وسقط حقك في الحديث في الشأن العام. أما إذا تاجرت بأزمة صنعها العدو لحصارنا لنرضخ، فقد وقعت في دائرة الخيانة. العدو اليوم يستهدف الشعوب أكثر مما يستهدف الجنود، وإن لم نكن كلنا جنود نحمي بلدنا وندافع عنها وننصر الحق على الباطل مهما كثر مرددوه وفكرنا في أنفسنا أو رأي الآخرين، سنكون جنود دون أن نشعر في جيش عدونا ننفذ أجندته ونحقق أهدافه. عدونا اليوم ليس المدفع والدبابة، ولكنه الجهل والغضب. والحرب ليست حرب جيوش، وإنما حرب عقول ووعي. دورك أن تحافظ على نقاء وطنيتك وسلامة وعيك وصحة روحك ورجاحة عقلك وحبك لوطنك.